8 أدوات أساسية بنحتاجها في التعليق الصوتي. 1. كمبيوتر أو لابتوب، هتحتاجه في تسجيل أعمالك الصوتية والإيديت المطلوب، اتصالاتك مع العملاء، التخطيط، التسويق وغيرها كتير. 2. مايك تسجل بيه، وده منه أنواع كتير، في منه اليو اس بي والإكس ال ار، وده اتكلمنا فيه قبل كده وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو مش عارف الفرق ما بينهم. 3. السماعات أو الهيدفون، بتحتاجها خصوصا لو بتزامن صوتك مع فيديو ومش عاوز طبعا المايك يلقط الصوت الأساسي، وكمان تسمع من خلالها أدق التفاصيل والنويز اللي المايك بيلقطها. 4. الستاند اللي المايك بيتركب عليه، وده بتحتاجه علشان المايك يفضل ثابت والصوت ما يطلعش فيه أي ذبذبات، ويفضل هنا الستاند الأرضي مش المكتبي، لأن الستاندات اللي على مكتب بتلقط اهتزازات أكتر وتردداتها بتكون قليلة. 5. الأكوستيك فوم أو الأيزوليشن شيلد، ودي بتقلل أي اهتزازات أو دوشة إحنا مش حابينها. 6. البوب فلتر، ودي بتشيل البوبس أو الحروف اللي لما بننطقها بشكل عالي من شفايفنا زي البوب بوب 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 بوب، هي دي. ولو عاوز توفر تمنها تقدر تعملها بشراب من بتاع الستات النايلون ده وهيأدي نفس الغرض. 7. المعالجة الصوتية أو عزل الأوضة باستخدام الأكواستيك فوم، بيتلزق على الجدران علشان يشتت الصوت وبيطلع نتيجة احترافية. 8. برمجيات التسجيل، ودي البرامج اللي بنسجل من خلالها زي Audacity, Adobe Audition, Pro Tools, Logic Pro, Twisted Wave, ريبر وكيوبيز وغيرهم كتير من البرامج الاحترافية اللي ممكن تستخدمها حسب ارتياحك لكل نوع منهم. بس كده أنا عايدة طاهر فويس أوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.